ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصراحه انا مش عارفه ابدا منين ولا هقول ايه. بس يعني معلش نستحمل زاويه التصوير الغريبه شويه دي، علشان للاسف الحامل بتاع الموبايل اتكسر. ف اضطريت ان انا احط الموبايل بالطريقه دي، يعني مضطر. خلوني اوريكم حاجات اشتريتها لسليم على دخلة الشتاء كده من كوزي. هو براند موجود. شكرا. هو براند موجود في شي ان. هتلاقوها على موقع شي ان. اسمهم كوزي. تمام، هتلاقوا الصور كده مكتوب عليها من فوق كوزي كده، وانا هسيب لكم برده اللينك بتاعهم تحت الفيديو. عايزه اقول لكم انا كلمتكم عنهم قبل كده، وكنت جايبه حاجات لسليم منهم قبل كده. فبصراحه قررت التجربه تاني، وجبت برده لسليم حاجات تاني من كوزي. كوزي كاب. عايزه اقول لكم بصراحه التغليف بتاعهم حلو جدا، يعني ما يختلفش كتير عن شي ان نفسهم. الحاجات بتيجي كلها في اكياس زي كده. عايزه اقول لكم انا بعمل لكم الفيديو ده وانا استخدمنا الحاجه وغسلناها ولبسناها مره واثنين وثلاثه عشان نتاكد من الحاجه ونتاكد من الماتيريال بتاعتها. انتوا عارفين الحاجه ساعات بتختلف بقى بعد الغسيل، يعني خصوصا حاجه الاطفال اللي ما بتنضفش دي. فبصراحه انا قلت لا، انا لازم اجرب الحاجه كويس قوي واشوفها كويس قوي، واشوف مثلا لما اتغسلت كشت ولا بقى باظت ولا عمل فيها ايه. بس بصراحه الحاجات كانت كويسه جدا، فعشان كده قلت هطلع اقول لكم التجربه بتاعتي لتاني مره من كوزي كاب. تعالوا بقى نشوف كده، هوريكم هنا كام حاجات بسيطه، بس هحط لكم بقى فيديوهات وصور لسليم هتشوفوها بقى على الطبيعه عليه. صراحه الحاجات كانت جميله جدا جدا، ومن اشيك الحاجات اللي جبناها بصراحه. بصوا، الناس اللي بتحب طبعا يعني ده اساسي، يعني ان احنا نتقل للاطفال من تحت. انا جبت البناطيل دي، هي بنطلون ومعاه التيشيرت بتاعه من فوق. هحط لكم الصور بتاعته او هتلاقوها تحت الفيديو. بصوا البنطلون ده انا طبعا يعني جبته لسليم، بس طبعا طلع الشكل بس صغير. هو بصراحه جه على قده، هو ده سن سنتين يا جماعه وجه على قده الحمد لله. بس طبعا مش ان احنا نخرج بيه او ان احنا نقعد بيه في البيت، انا بتقله بقى من تحت الهدوم بيها اهو كده. هو جميل جدا والماتيريال بتاعته برده جميله قوي، وعايزه اقول لكم اتغسل كذا غسله تمام. برضو اللون التاني، هما اتنين يعني هما ست كده مع بعض، الاتنين مع بعض بنطلونين والتيشيرتات بتاعتهم. بصوا عامله ازاي اهي. دول كده بتقلوا بيهم بس من تحت الهدوم يعني. وطبعا ينفعوا قوي الاطفال النونات بقى اللي هم لسه مولودين كده وصغننين، برضو ينفعوا في مقاسات. هم اعتقد اكبر مقاس على كوزي 3 سنين تقريبا، يعني دول اكتر حاجات شفتها. معرفش بقى في اكبر من كده ولا لا، بس ممكن اسيب لكم الموقع وانتوا تدخلوا تشوفوا. يعني انا ببقى مركزه على السن سنتين 3 سنين، ببقى مركزه قوي على الحاجات دي. بس عندهم برضو الشهور لبسهم كتير قوي، يعني مثلا لو انت لسه هتولدي او عايزه تجيبي حاجات ومش عارفه تجيبي منين، فانا انصحك بصراحه تجربيهم، حاجاتهم حلوه جدا جدا جدا. واحلى حاجه ان هم بيعملوا القطع مع بعضها، يعني ممكن تاخدي مثلا ست كده هتلاقيها مثلا 3 قطع مثلا. يعني ده اهو البنطلون ده اهو، بصوا شايفينه؟ ده بنطلون تمام كده باستك كده من تحت تمام ميلتون كده، ومعاه التيشيرت بتاعه اهو. عايزه اقول لك ده ومعاه واحد تاني انا مش جايباه معايا، بس هو لونه لونه ده لون البلو ده. عايزه اقول لكم الاتنين مع بعض، يعني انا مش شاريه ده لوحده وده لوحده، هما الاتنين حاطينهم مع بعض بسعر معين. فبصراحه دي احلى حاجه فيهم بتعجبني، ان هما بيحطوا بيوفقوا. يعني مثلا ممكن يعملوا لك حاجات تلاقي 3 اطقم جنب بعض مع بعض. فبصراحه لذيذه قوي الموضوع ده. ف فبتحسي انك انت وفرتي ومش جبتي حاجه واحده، وجبتي 3 حاجات وبسعر يعني مقبول، فاهمين؟ هسيب لكم برده لينكات الحاجات دي. احلى حاجه بصراحه عجبتني في الطلعه اللي احنا طلعناها نجيب حاجات من كوزي هو الجاكيت ده. بصوا شايفين الجاكيت ده عامل ازاي؟ بجد لذيذ خالص خالص خالص. وانا سليم بصراحه بحب البسه اصفر، بحسه بيليق عليه قوي، فجبت له الجاكيت ده. بصوا عامل ازاي، خامته تحفه تحفه، جميل جدا جدا. ووتر بروف كده، لو وقع عليه ميه او حاجه تلاقيها اصلا وقعت. فلا بجد لذيذ قوي. وطبعا برده باستك كده من هنا
اهو من جوه، ده التقفيل بتاعهم هو من جوه. بصراحه الحاجه لذيذه خالص وجميله جدا جدا، انصحكم انكم انتوا تجربوها. هسيب لكم بقى فيديوهات سليم انكم انتوا تشوفوها لو حابين تجيبوا لاولادكم. وعايزه اقول لكم اللبس البناتي قمر بجد، فساتين بقى، الفساتين بالطواقي بتاعتها شكلها تحفه، فيونكات بقى والوانات يعني الواحد يلا الحمد لله مش ايه يعني، اللهم لا اعتراض طبعا، يا اللهم لا اعتراض. بس فعلا بجد لو انت معاكي بنوته وعايزه بقى تلبسيها زي البنانيت الحلوين اللي بنشوفهم على النت دول، اقول لك يعني انصحك جدا تجيبي من عندهم. عندهم اشكال والوان وحاجات تحفه، وقطيفه بقى وماتيريال حلوه. انا جبت على فكره قبل كده حاجات من عندهم بناتي، كانت حلوه قوي قوي لذيذه، كنت كل شويه افتحها وابص عليها واحضنها. هسيب لكم بقى اللينكات كلها تحت الفيديو. وان شاء الله انتظروني بقى في رمضان باذن الله، فيديوهاتنا بقى اللي احنا متعودين عليها من البلكونه ان شاء الله. وبس كده، يلا هسيبكم بقى مع الفيديوهات. السلام عليكم. استنى يا سولي اصورك. سولي 7 8 9 شاطر. 1 2 3 4 5 6 7 8 من هنا